من العمر 13 سنة. هنعرف مع حضراتكم الآن من الأسرة تفاصيل الحادث وإيه هي اللحظات الأخيرة اللي حدثت لتلك الطفل. في البداية طبعا بعزيكي باسمي وباسم كل الشعب المصري البقاء لله. قولي لنا إيه اللي حصل وآخر مرة جمعتك بأنس وإيه أرقية الخبر في السجن؟ والله هو أنس كان عندي في البيت. كان أنس عنده درس وفات عليا هو واحد صاحبه. كان جاي يكلم باباه في الأول يستأذنه إن هو ياخد العجلة تمام بتاعته عشان يروح يسلم على واحد صاحبه. تمام. وقعدنا نتكلم شوية أنا وهو وخد فعلا نزل كان هنا في الشقة خد العجلة. حاولوا صوت أعلى شوية نسمعك. خد العجلة وراح هو وصاحبه يقابل واحد صاحبه يعني عدى الأول عليك في البيت وبعد كده اتحرك على المكان. يسأل باباه الأول يعرفه هو رايح فين وهياخد العجلة بتاعته. وراحوا وصاحبه برضه كان معاه عجلة. راحوا هما الاتنين يسلموا يعني على واحد زميلهم وراجعين على طول. مفيش بعديها بنص ساعة لقيت صاحبه زميله محمد جاي هو شخص ما يعني في موتوسيكل يعني وجايين يقولوا لي انت عامل حادثة كبيرة جدا الحقيقي على الدائري. طبعا عرفت بعد كده ان هو عند كارفور قدام مستشفى على طبعا خدت تاكسي ورحت لقيت ناس متجمعة مكان الحادثة، ناس كتيرة جدا. يعني انت الاول رحت على مكان الحادث؟ رحت على مكان الحادث. انا ما كنتش عارفة حاجة يعني. هو الولد صاحبه ده اخر مرة سايبه عند الحادثة اللي هو عند ميدان كارفور. نعم. رحت بس انا للاسف ما نزلتش حتى يعني ولا اي حاجة. هم قالوا لي الحقي ابنك بسرعة وادوني رقم مسعف. تمام. اللي هو خد أنس. كلمت طبعا المسعف قال لي احنا رحنا مستشفى اللي هي البنك الاهلي. فطبعا اول ما وصلت له فعلا لقيت دخلت سالت على انس لقيته فعلا موجود. حتى ما رضوش يدخلوني الا لما ياخدوا بطاقتي. ما رضوش يدخلوني اطمن عليه الا لما ياخدوا بطاقتي. تمام. دخلت بعد كده اطمنت عليه مع الدكتور. طبعا هو ما كانش عارف حاجه لسه لان هو كان لسه الحاله واصله قبليه بحاجات بسيطه. فكانوا بيشوفوا في ايه بالظبط وبيعملوا اشعاعات وبيعملوا فحوصاتهم. فطبعا شويه لغايه كان كل شويه الدكتور يطلع يقول لنا حاجه مختلفه يعني. بس طبعا كانت حادثه كبيره جدا لدرجه الناس اللي كانوا واقفين في الحادثه بقوا يكلموا المسعف. يعني المسعف بعد كده في الاخر اداني ارقام ناس كتيره جدا عايزين يطمنوا على انس من شده طبعا لكن اخر مره جمعتك بيه لما جالك البيت قبل ما يروح الدرس او يروح على اصحابه. دي اخر مره جمعتني بيه. يعني هو متعود يفوت عليا على طول كده. في نفس الوقت كان برضه التليفون مش معاه. كان عايز يستأذن باباه ان هو ياخد العجله. نعم. ربنا يصبركم يا رب دايما يا رب. طبعا بعزيك مرة تانية باسمي وباسم كل الشعب المصري البقاء لله. سبحان الله يا رب دايما ويعوضك بخير ويكون شفيع ليك يوم القيامة يا رب دايما يا رب العالمين. قلت لي طبعا يعني أنس كان في مكان أساسا ما فيهوش عربات بتجري. يعني أنت قلت لي المكان أساسا يعني مكان عادي في ناس رايحة جاية مش طريق سريع. بالظبط. المكان فين وصف لنا وصفك يا فندم. المكان ده عند كارفور ميدان قبل كارفور كده على طول. ميدان كله مطبق من الاربع اتجاهات مطبات. تمام. والولد ماشي يعني المكان ده حتى في ناس كتيره جدا بتمشي عكس في حته بيختصروها كده حته بسيطه جدا. تمام. انس ماشي زي اي حد يعني. تمام. العربيه جايه بسرعه غير عاديه سرعه جنونيه لان هو اعتقد هو خبط عربيه كمان. الناس اللي بيقولوا لي خبط عربيه قبل انس وبيجري من العربيه. تمام. بيعدي من حته يا دوبك تعدي عربيه بسرعه جنونيه. فطبعا يعني انس اتحشر ما بين عربيه راكنه وما بين يعني حتى ما ادالوش فرصه حتى تعديه. تمام. راح خابط انس نفره تقريبا حوالي 20 متر. تمام. انس نزل طبعا على الارض. الناس كلها اتلمت. تمام. ده اللي اتحكى لي. ده اللي اتحكى لي. ده اللي اتحكى لي. تمام. هو ركن نزل بكل برود. انا اسف يعني. نعم. تمام. وكان معاه واحد راجل بعكاز.
تمام. اعتقد ما اعرفش والده وعمه ما اعرفش، ونازل بيبص عليه عادي يعني زي ما كنا، انا اسف يعني، حيوان في الشارع خبطه عادي. لغايه ما الناس بقى اتلمت كلموني، جدته كلمتني قالت لي الحق تحت اختك نزلت لان انس عمل حادثه كبيره على عند كارفور. نعم. طبعا بكلم الناس مفيش حد عارف يديني اي حاجه، لقيت كلمت اختي قالت لي احنا طالعين على مستشفى البنك الاهلي. نعم. رحت هناك تمام، هم قالوا لي ان كان في شخص معاه وفجاه احنا ما لقيناهوش. يعني ايه شخص معاه واحنا ما لقيناهوش؟ المفروض اي حد قال يعني شخصيا هو خبط ووقف وبعد كده اتحرك. وقف وما الناس مسكته، هو كان عايز يمشي فالناس مسكته تمام. فقالت له انت مش ماشي لما يجي اهل الولد. حد بصراحه من مستشفى علاء عز الدرجه، ولد محترم جدا في الامن، خدوه دخله جوه من كتر شده المنظر، من كتر الناس معاه متلميه تمام كده. حتى هو كان هياخد جزء، ولكن اعتقد ان مديريه المستشفى تفهمت الوضع يعني. تمام. فلما رحت المستشفى الدكاتره قالوا لي ان نسبه الوعي عنده 12 وهو عنده كدمه على المخ، خدوه عملوا له اشعه مقطعيه. مفيش ساعتين بصيت لقيته واخدينه تاني على الاشعه المقطعيه. خير يا جماعه؟ قال لك ده نسبه الوعي نزلت من 12 ل 3 وهو للاسف كده فقد الوعي تماما. ابتدت حالته تتدهور لغايه ما يلاقوا له مكان في الرعايه ويطلعوه. ظل الظروف دي كلمني الشخص دوت، انا شوف حضرتك عايز ايه؟ انا تحت امرك. قلت له تعالى لي انا عايزك يعني تواصل بيك في البدايه وبعد كده حضرتك بقى المشكله بقى في اللي جاي ده. اتصل بيا في التليفون قلت له تعالى لي، انا مش عايز منك حاجه، انا عايزك تيجي لي عشان تشوف الرعايه لابني، عندك حد تكلمه اي حاجه. ده الطبيعي ولا انا غلطان؟ ده طبيعي. تمام. لقيته بيقول لي ما طب انا جاي لك وإذ فجأة اديت التليفون لحد قريبي تمام عشان يتواصل معاه، لقاه كشك في الشارع. لا يعني ما كلمكش من رقم الشخص؟ لا مش رقم الشخص، كشك في الشارع. لما تواصلنا على طول قال لك والله ده في واحد جه قال لك بعد انا عايز اعمل مكالمه لان تليفوني فصل شحن وانا عايز اتكلم. تمام. ده اللي حصل منه من هذا الشخص. لما جيت بصيت في الكاميرات اللي كان قاعد جنبه كلم واحد جاله التاكس خد العربيه وجه. الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده بالظبط يوم الاربعاء الساعه 10 ل 5. الاربعاء اللي فات اللي قبل اللي فات. حاله الوفاه حصلت امتى؟ يوم الجمعه اللي فاتت، مش اللي فاتت دي اللي قبلها. هو قعد يومين بالظبط في الرعايه. قعد يومين في الرعايه. انس عنده كام سنه؟ 13 سنه. يعني كان برضه مش طفل تايه يعني مش عارف يسوق، يعني مدرك طبعا. بيسوق ما شاء الله وكويس وبيروح مشاوير وبيروح اي مكان لوحده وعاقل ورزين زي ما قالت كده عمته. هو كان متفهم المواضيع ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي، كنا بنعتمد عليه في حاجات كبيره. تمام. يعني انس ولد عاقل، يعني بدايه كل اصحابه، اما يعني اي حد من صحابه اهلهم طالما مع انس خلاص هم مش قلقانين عليه. ممكن تفتح لنا صورته ونشوفها؟ يعني انا برضه عايز اوضح للناس سن انس. المدرسين بتوعه قالوا لك فعلا انس يعني من الناس المحترمه اللي هو يعني مش ماشي متهور، مش ماشي بيجري. والمكان اساسا انت بتتكلم انه مش بتاع سرعه يعني خالص يا استاذنا. المكان كله عربيات، ما ينفعش حد يمشي اصلا اكتر من 20 لانها كلها عربيات داخله ببعض. كارفور، هو كارفور الميدان اللي بعد كارفور مش على الدائري كمان. وميدان كله محوط بمطبات، كله محوط بمطبات، يعني مفيش مجال للسرعه. مفيش مجال للسرعه. هو خبط عربيه قبله وجاي راح خابط انس. يعني هو كان بيفر اصلا بيجري من عربيه قبله. كان بيجري من عربيه قبله وراح خابط انس. وكل برود نازل بقى يعني عادي، الموضوع بالنسبه له عادي يعني مش مشكله ايه يعني. فتبقى حضرتك طبعا حاله الوفاه طبعا لما جت لنا طبعا هو قعد في العنايه المركزه يومين. وبصراحه المستشفى ولا الدكاتره اثروا في حاجه، دي الحق يقال يعني. انا بس ولا اي حد اثر طبعا. تصريح الدفن يعني رئيس المباحث احمد بيه. كل هذه الامور تمت يعني بشكل طبيعي. لكن انت بتتكلم ان هو فين دلوقتي؟ يعني هو انت ما توصلش معاك تاني بقى من وقتها؟ لا ما توصلش. بعت لي حد كلمني قال لي انا المستشار فلاني الفلاني مش عارف ايه. قلت له يا باشا امرني خير. قال لي حضرتك اصل انا هجيبه واجي لك. قلت له يا باشا اجي له وتجي لي ليه؟ حضرتك اطلع بيه على الاسم واطلع بيه على النيابه، انا مالي، انا بالنسبه لي علاقتي بيه انقطعت. تمام. بس ده اللي حصل. طبعا بيبعت ناس هو مش ظاهر خالص في الصوره. طب يعني على الاقل خالص يجي يبقى شجاع كده ويجي. لا طبعا هو ما جاش ولا اي حاجه. اخر ساعه شفت فيها انس كانت امتى قبل الحادثه بقد ايه؟ كانت يوميها الصبح. يعني كنت انا نازل الشغل وقال لي يا بابا، كان لسه بقى المدارس وكذا، قال لي يا بابا يعني قعدنا نهزر مع بعض ونضحك مع بعض والامور كانت
كانت كويسه بصراحه. انس زي ما قلت لحضرتك من الناس اللي بيعتمد عليهم. ما كانش يعني كان بيحب كل اصحابه، كان جدع مع كل اصحابه. ده رايح يسلم على واحد صاحبه جاي من السفر ما شافوش بقاله فتره. انت بتقول ان هو كان في درس وخلص درس وبعد كده دي خد عجله مش موتوسيكل مثلا ولا سكوتر ولا لا عجله بتاعت اي طفل موجود في الدنيا يعني. اظن العجل ده ملوش تصريح ولا يعني معلش يعني انا اسف، ولكن هو لا كان بيمشي بسرعه. الناس حتى اللي واقفه قالت ماشي بسرعه جنونيه. اخر مكان ظهر فيه الشخص ده كان انت تقول لي يعني بعد ما سلم الاسعاف او ركبوا عربيه ولا راح معاه المستشفى؟ هو بيقولوا راحوا معاه المستشفى، ومن المستشفى ما فيش حد شافه يعني. ما حدش شافه من بعد المستشفى؟ لا هم اتلهوا في الولد طبعا لان الولد كان حادثه كانت كبيره، فاتلهوا في الولد فاضطروا ان هم هو يزوغ من هناك. طب يزوغ من هناك ازاي؟ زي ما حضرتك بتقول كده لازم في بطاقه بياخدوها لاي حد جاي مع المريض. ده انا حتى لو الولد يعني حتى لو انا يعني لو لقيت حد في الشارع وخدته بياخدوا بطاقتي، صح ولا انا غلطان؟ لا هم سابوه يمشي. ازاي سابوه يمشي؟ انا عمال ما رضوش يدخلوني اطمن عليه الا لما ياخدوا الطاقه. ازاي سابوه؟ يعني انا بقول لهم طب اشوف بس ابني واخرج اديكم اللي انتوا عايزينه. صمموا ياخدوا البطاقه بتاعته. طب هم ازاي سابوا الشخص ده اصلا يمشي؟ ازاي؟ الا لو اكيد حصل حاجه بقى. نعم. وبعد كده حضرتك واضح ان هو كان مقابل حد هناك مش دكاتره ولا حاجه. الدكاتره بصراحه كانوا على قدم وساق الحقيقه، كانوا تقريبا حد تاني هو على طول على اتصال بيهم. واخد بال حضرتك لان تاني يوم في حاله انس لما توفى هو بعت حد يكلمه. نعم تمام. تعزيكم مرة تانية وربنا يصبركم. شايف طبعا يعني رسمة وبسمة طيبة ونبعة طبعا من طفل مهما كان، وطبعا ربنا يصبركم. اللهم امين. رسالة لو هتقولها لأنس النهارده هتقول له ايه؟ وهو طبعا شفيع ليك يوم القيامة. اقول له يا ابني يعني ربنا يجعلك فينا شفيع يوم القيامه. انا احتسبتك عند الله عز وجل، وقدر الله ما شاء فعل، ولله ما اعطى ولله ما اخذ، ولا نقول الا ما يرضي الله عز وجل. انس في مكان احسن من هنا بكتير لان انس كل الناس بتحبه، وكان ولد جميل. انت حضرتك هي حاله الوفاه بتاعته كانت زفه، ما كانتش لا مش طفل راح يدفن ولا حاجه، واحد كبير راح يدفن.